عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل عشاق قناة من الملاعب أينما كنتم. إن شاء الله اليوم في تحليل جديد لقمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي، دوري روشن، دوري يعتبر الآن من أبرز الدوريات الكبرى في العالم، وممكن تعتبر من أقوى 5 دوريات عالمية الآن موجودة بكمية نجوم. إن شاء الله سنعود في تحليل وفي ردات فعل على هذه المقابلات ديال الدوري السعودي. اليوم قمة القمم في هذه الجولة ما بين الاتحاد الفريق في المركز الرابع ضد التعاون، مفاجأة هذا الموسم هذا في المركز الثاني. مقابلة ما بين الوولفز الذئاب والاتحاد نادي العميد بقيادة الحكومة العادلة، الحكومة اللي صراحة بمواقفه الإنسانية تخلينا نبحثوا عن كلام ممكن يكون ان شاء الله. اولا ما نساوش الدعم ديال خوتنا الفلسطينيين في غزه وفي جميع المدن الفلسطينيه ان شاء الله باذن الله. طبيعه الحال يعني بوعد من الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ان طبيعه الحال سياتي يوم وسيكون الخلاص ان شاء الله اليهود وعوده فلسطين ان شاء الله واحده يعني محرره. ان شاء الله ما عرفناش الوقت فوقاش يكون هذا الشيء هذا، ولكن طبيعه الحال الوعد ديال الله ما يتخلفش. طبيعه الحال هذا الشيء اللي يحدث المده والزمان ما عرفناش، حنا ما علينا الا بالدعاء الخوت ديالنا الفلسطينيين، وهما خصهم يكون اليقين ديالهم بالله سبحانه وتعالى ان طبيعه الحال سيكون الخلاص يوم من الايام. الان ندخلوا ان شاء الله المقابله والتحليل ديالنا لهذه القمه هذه باش تعرفوا انا في الدوري السعودي بطبيعه الحال مشجع للدون كريستيانو رونالدو ومشجع اول لنادي النصر السعودي، فبطبيعه الحال المقابلات والتحليل سيكون ممكن تشوفوا فيه بعض الانحياديه. بطبيعه الحال لانني مشجع النصر بغيت هذه النتيجه هذه اللي تحدث الان وهي التعادل حتى الان مازال في الدقيقه 88. يعني هذه النتيجه هذه ديال التعادل بهدف لهدف هي في صالح صراحه نادي النصر، لان لو فاز النصر سيصبح يعني في المركز الثاني. ما عرفت صراحه النتيجه اللي واقعه في المقابله ديال نادي الهلال، ولكن العموم حنا الان في تحليل مقابله القمه. اولا نبداو بابرز اللاعبين اللي كاينين في نادي التعاون. كما تعرفوا كاين ميدران، كاين موسى بارو، كاين المهديوي، يعني العديد من اللاعبين، ولكن التشكيله كامله ستكون لنادي الاتحاد. بطبيعه الحال في حراسه المرمى كان اليوم قروهي، امامه في قلبي الدفاع كل من لويس فيليبي وعمر هزاوي، كظهير ايمن كاليوم شنقيطي، وكظهير ايسر لاعب مسعود يعني الناشري كان كلاعب خط وسط ارتكاز مع لاعب نقولو كانطي، وامامه كصانع العاب تعتبر كورنادو، ومقدمه ب3 لاعبين ولا اروع صراحه في الهجوم بقياده رومارينيو كصانع العاب ايضا رقم 10. وفي المهاجمين الاماميين كان السفاح المغربي ديالنا حمد الله، والحكومه العادله كما قلت كريم بنزيما. والحكومه اليوم الدور الكبير اللي قام به صراحه من الادوار الاستثنائيه في المقابله. صراحه المقابله ديال الاتحاد والتعاون تنعرفوا دائما تكون اثاره، وايضا التعاون في هذا الموسم هذا والقوه الضاربه ديالو والمفاجات الكبيره ديالو خلى المقابلات ديال الدوري السعودي تزيد اثاره. يعني فاز على النصر حتى الان، قدم مقابلات كبيره مع فرق كبيره، هو الان متعادل حتى الان مع نادي الاتحاد، يعني فريق كبير وتعتبر من ابرز الفرق المرشحه ايضا لنيل اللقب هذا الموسم هذا، لانه ايضا موجود في المركز الثاني. فبطبيعه الحال مفاجاه من المفاجات ديال الدوري السعودي الممتاز. يعني كما قلت مقابله كانت هنا وهناك، فرص هنا وهناك صراحه في العديد من الاحيان. مقابله رائعه بمعنى الكلمه، بمعنى يعني اننا شفنا مقابله ولا اروع بالهجوم، هجوم قوي، هجوم شرس للفريقين، وابرزهم كما قلت من التعاون كان موسى بارو، ومن نادي الاتحاد كان كريم بنزيما بطبيعه الحال النجم الكبير، وايضا رومارينيو. النقطه الفارقه اليوم هو حمد الله صراحه لعب مقابله سيئه للغايه، لا في النواحي الهجوميه ولا ايضا في المساندات الدفاعيه ديالو كان سيء للغايه. حتى الخروج ديالو في الشوط الثاني يعني كان من ابرز لاعبين سيئين في هذه المقابله هذه اليوم، وهو عبد الرزاق حمد الله. ما عرفتوش مازال متاثر بالاصابه ولا هذه الخطه هذه مازال ما عرفش ينسجم فيها مع كريم بنزيما، نفس الادوار تقريبا متشابهه تماما. ما كاينش راس حربه مباشر، كريم تيعرف كيفاش يخرج يلعب كره مع لاعبين خط وسط، وايضا حمد الله تيقوم بنفس الدور. لهذا ممكن تختلط الامور على المدرب نونو سانتو، هادشي خص يوجد ليه الحل هو نونو سانتو. الشوط الاول في الدقيقه 22 كريم بنزيما
يفتتح التسجيل، وبعدها نجم المقابله كريم بنزيما ايضا تيسجل تعادل، ولكن هذه المره في الشباك ديالو، واول هدف ضد المرمى ديالو في التاريخ ديالو. كريم بنزيما في المسيره ديالو تسجل هدف ضد مرماه في الدقيقه 26 كما قلت. الشوط الاول ينتهي بالتعادل الايجابي 1-1، ونتيجه كما قلت في صالحي كمشجع للنصر وفي صالح جميع المحبين للنادي النصر السعودي، وايضا المحبين ديال نادي الهلال. لو فاز الهلال اليوم مازال صراحه ما عرفتش النتيجه ديال الهلال كيف تسير الامور، ولكن على العموم النصر حتى هو مستفيد من هذه النتيجه هذه. حتى الان الحكم اضاف 7 دقائق، ما عرفناش شنو وقع في هذه 5 دقائق، ولكن نزيد ندير لكم تحليل ان شاء الله ديال الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي تغير فيه هي النجاعه الهجوميه ديال نادي التعاون، هدد في العديد من الاحيان. والنجم الاول موسى بارو صاحب التسديدات الصاروخيه كالعاده. انا يعني تنتذكر هذا اللاعب هذا لما كان مع بولونيا، لما كنت متابع لنادي يوفنتوس في الدوري الايطالي، فاش كان تيلعب دون كريستيانو رونالدو، كنت اي مقابله في طبيعه الحال، ودائما في المقابلات ديال بولونيا ضد نادي اليوفي كان النجم الاول دائما موسى بارو اللاعب الغامبي، وايضا اللي زاد البريق ديالو مع منتخب غامبيا في الكان الماضي بالكاميرون. تنعرفوا هذا اللاعب هذا والتسديدات الصاروخيه ديالو، حيث اليوم صراحه العارضه تكسرت على يد هذا، او عفوا على رجل هذا اللاعب هذا، وليست على يد هذا اللاعب، على رجل هذا اللاعب صاحب القذائف الصاروخيه. تسديده صاروخيه لو تسجلت في الشوط الاول كان ستكون من ابرز الاهداف في الدوري السعودي، وكان ممكن تعتبر من اهم ومن احسن الاهداف طيله هذه العشر جولات في الدوري السعودي. ما عرفناش شنو يوقع من هنا الجولات المقبله. ايضا موسى بارو تهدد في الشوط الثاني، وايضا بعارضه اخرى. كروهي مستحيل على اي حارس في العالم انه يتصدى لهذه التسديدات هذو اللي تيكونوا بهذه الدقه هذه وبهذه الروعه هذه. فموسى بارو اليوم من نجوم المقابله كما قلت للتعاون. ما نساوش مدران، ايضا لاعب مهديوي. داكوستا على ما اظن هو الجناح الايمن ديال نادي التعاون. وما نساوش الحارس العظيم بمعنى الكلمه اليوم ديال نادي التعاون، هدد ماشي هدد يعني هدد لاعبين ديال الاتحاد، ولكن صد العديد من الكرات وابرزها كانت لكريم بنزيما. لو تتذكرونها بعد مراوغه ديال اللاعبين ديال الاتحاد، تسديده قويه للغايه وبسهوله وبريفليكس خرافي للحارس ديال نادي التعاون، تيخلي النتيجه متعادله. وهذا الشيء كما قلت في صالح ديال المشجعين ديال نادي النصر وايضا المشجعين ديال نادي الهلال. روعه في هذا الحارس هذا، قام باداء كبير. ما نساوش ايضا الاداء الكبير اللي قام به ضد رونالدو في المقابله الثانيه على ما اظن في الجوله الثانيه. نعم، في الجوله الثانيه بعدما فاز التعاون ب1-0. اليوم حارس نادي التعاون كان من اهم نجوم المقابله، وايضا كروهي، موسى بارو وكريم بنزيما. ونهايه المقابله بالتعادل الايجابي 1-1 في صالح كما قلت واعيد واكرر، والحمد لله على التعادل ديال الفريقين. يخلي ان شاء الله النصر الى فاز في المقابله ديال الغد امام نادي دمشق انه يبقى في المركز الثاني وحيدا في المركز الثاني. هادشي اللي تنتمناه ان شاء الله. في النهايه تنتمنى منكم الدعم في هذا الفيديو هذا باللايكات والاشتراك في القناه والتعليقات المحفزه باش انني يمكن نستمر في المزيد. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.